زي مشاهدي برنامج أصوات وطن، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات وطن. النهاردة أعزائي المشاهدين معانا أكتر من تقرير، معانا أكتر من قضية. معانا النهاردة مشكلة صيادين بحيرة المنزلة وخاصة من أهالي النسيمة، وفي لقاء مع الأستاذ الدسوق الغياتي والحاج محمد عباس هيتكلموا عن مشاكل الصيادين ومشاكل بحيرة المنزلة. معانا تبرع من الدكتور نجاح حجازي، الأستاذ الدكتور بطب الزقازيق وصاحب دار الشفاء بمستشفى دار الشفاء بالجمعية الأهلية اللي متبرع عن المستشفى الجمالية ببعض الأجهزة. معانا لقاء مع الأستاذ مجدي الدواخلي ومشروع المبنى الإسعاف اللي هو بيبنيه هو والحاج عفاف الكفافي على نفقة الحاج عفاف الكفافي وبإشراف الأستاذ مجدي الدواخلي. معانا أهالي الجمالية هيتكلموا عن المشروع. معانا أكتر من موضوع هنتكلم فيه. معانا طبعا برحب بالأستاذ صابر المصري اللي عايز يقول كلمة النهاردة، وهنيجي نتكلم في القضية المهمة بعد ما نسمع الأستاذ صابر المصري، وهي قضية أسر الشبول المهجرين من أرضهم. هنتكلم معاهم مع الأستاذة سحر ومع شيرين ومع الحاج عنتر. هنتكلم مع الأهالي المتضررين من المشاكل ديت، بس بعد ما نسمع الأستاذ صابر المصري. اتفضل يا أستاذ. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحية شكر وتقدير للشعب المصري الأصيل، الشعب العظيم، شعب مصر فعلا ده عظيم. تحية والشكر للشرطة المصرية، تحية شكر وتقدير للجيش المصري الأبطال، فعلا خير أجناد الأرض. تحية خاصة مني أني للسيد الرئيس فخامة الزعيم عبد الفتاح السيسي، واشكر أخويا وحبيبي المرشح الأسبق لرئاسة مجلس الشعب حسام أحمد عمر. الراجل ده بيقوم بمجهود كبير في قرية الشبنات، حل مشكلة غلاء الأسعار تحت الأجرة. عامل ندوة بكرة مع شباب البلد ينظفوا البلد ويشجروا البلد. فعلا شكر مني لأخويا حسام أحمد عمر. أنا طبعا بصدق على كلام الأستاذ صابر المصري. طبعا الشعب المصري بوعيه وبثقافته وبفهمه للأمور الصحيحة. بعدين شفنا الدكتور نجاح حجازي وهو صاحب دار شفاء، دار مستشفى كبيرة في الجمالية لها سمعتها في المنطقة كلها، ومع ذلك اتبرع عن المستشفى الجمالية العام أو مستشفى الجمالية المركزي. أتمنى كل الناس القادرين ماديا يقدموا الخير لبلدهم عشان احنا اللي هنقدر نبني البلد. اعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف تقريرنا مع الاستاذ مجدي الدواخلي واهالي الجماليه اللي هم واقفين يدعموا المبنى اللي عباره عن مبنى الاسعاف والمطافي على نفقه الحاج عفاف الكفافي اللي اتبرعت بالارض والمبنى على حسابها كامل. والمشكله اللي تعرض لها الاستاذ مجدي الدواخلي اللي هو من اهالي الجماليه المتبرع بمجهوده عشان يوقف المشروع ده على رجليه ويخرجوا للنور، على اساس ان احنا يبقى عندنا مكان الاسعاف ومكان المطافي، لان مكانهم داخل الجماليه. لما يخرج الاسعاف يكون المريض المحتاج اسعاف اتوفى من كتر الزحام. لما يخرج المطافي من المكان اللي هو فيه عشان يطفي حريقه يمكن تكون اشتعلت في البيت الثاني، طبعا بتاخد وقت. النهارده هم اختاروا مكان على الدائري، ومع ذلك المبنى هيتكلف 2 مليون جنيه. انا بخاطب المسؤولين وبخاطب محافظ الدقهليه، بقول له يا سياده المحافظ، مجدي الدواخلي معرض لدخول السجن لانه بيساهم بمجهوده في عمل يتكلف 2 مليون جنيه عشان معمول له مخالفات بالبناء، مع ان مجدي الارض اللي باسمه والمبنى باسمه. يا ريت ان احنا نشوف حل وندعم الناس اللي تبني وتعمر في بلادها. مصر محتاجه كل واحد يعمر فيها، مش محتاجين ان احنا كل واحد يجي يعمر ندخله السجن. يا جماعه بلدنا محتاجه ان احنا نبنيها ونحميها. اعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف التقرير. مشاهدين من مدينه الجماليه نلتقي باحد المواطنين. نتعرف بحضرتك. مجدي احمد رفعت دواخلي. فكره انشاء المبنى ده ايه يا مجدي بيه؟ فكره انشاء المبنى ده تبرعت الحاج عفاف الكفافي قطعه ارض مساحتها 150 متر ملكها. المتر في هذه القطعه في حدود 10,000 جنيه، يعني بحوالي 1.5 مليون. وقمت بتنفيذ تغطيه الترعه اللي احنا واقفين فوقها حاليا 30 متر، وحصلت على ترخيص
غطينا ترعة في طول 30 متر في عرض 6 متر، وحصلت على ترخيص من هندسة ميت عاصم عند المهندس عبد المجيد المهندس، ووافق لي على الترخيص المهندس محمد حمزة مدير عام الري. بصراحة الراجل ده أنا بكن له كل تقدير وكل احترام. تاني حاجة لما جينا ننشئ المبنى دوت، قررنا إن احنا ننشئه لبناء إسعاف ومطافي لكثرة الحوادث على الطريق الدائري الجديد المنشأ في الجمالية اللي هو على شمالنا. فبدأنا نشتغل في المبنى. قبل ما نشتغل اتبرعنا لمجلس المدينة وتنازلنا بعقد في 1/1/2015 لمجلس المدينة، ووثقناه في الشهر العقاري، وموثق من مجلس المدينة، واستلم العقد رئيس المدينة السابق محمد مديان. قعدنا سنة علشان مجلس المدينة يبني المشروع، قال ما عنديش اعتمادات وإمكانياتي المادية ما تسمحش. فقلت لرئيس المدينة احنا هنبني المبنى ده على حساب المتبرعة اللي هي الحاجة عفاف الكفافي. فقال طالما مشروع خيري روحوا اشتغلوا، لأن دي خارج الحيز العمراني وأنا ما امتلكش الترخيص فيها. لما اشتغلنا جانا رئيس المدينة هنا أكثر من مرة، وفوجئت بعد فترة بسيطة جدا إن هو حرر لي قرار إداري بالإيقاف ومحضر. طيب مشروع تغطية ترعة وبناء زي اللي خلف دوت يتكلف أكتر من 2 مليون جنيه، تبرع لأهالي الجمالية، جهود ذاتية، وفي الآخر يصدر ضد محضر أنا مجدي أحمد رفعت الدواخلي. أنا لا أنا مالك ولا أنا جار، أنا بساعد المتبرعة في بناء المبنى وتشييده. فطبعا المحاضر ديت تحولت للنيابة والمحكمة، وده اللي قام به رئيس المدينة. طب أنت عندك مشكلة إن أنت مش عارف ترخص، وعندك العقد من سنة أو من سنة ونص، ما خدتش العقد وطلعت على رئيس المدينة ليه؟ قلت له في قطعة أرض، ما طلعتش على المحافظ، آسف، طلعتش على السيد المحافظ، وقلت له إنه في قطعة أرض وهيتشيد عليها مبنى تبرع كامل، تشطيب هيركب قدامها بردك تندة تكلف أكتر من 150,000 جنيه. فما طلعتش للمحافظ ليه؟ وقلت له حل لي المشكلة. لا أنت ما حلتش المشكلة، أنت حلت المشكلة بأنك حررت مخالفات للمبنى. طيب أنت لما تحرر مخالفات للمبنى، المبنى ده باسم مين؟ ده باسم مجلس المدينة، والعقد باسم مجلس المدينة، والعقد موجود عنده الأصلي بالتبرع وموثق في الشهر العقاري. طب بتحرر محضر باسمي ليه؟ ده اللي اقدر اقوله عن هذا الوضع، وهسيب الموضوع لسيادة اللواء يسري عبد اللطيف، هو هيكمل بقية الحديث. طب تناشد المسؤولين بيه يا بناشد، انا بناشد المحافظ بالتعاون، لكن لا خلاص الموضوع اساسا خلص وراح المحكمة. تكلفة المبنى ده كله كام يا مجدي؟ تكلفة المبنى وتغطية الترعة وثمن الارض 2 مليون جنيه. ده كله تبرع للبلد، لان الحوادث كترت على الطريق الدائري، فقررنا ان نعمل الشيء ده مجهود ذاتي على حساب المتبرعة، من الارض للمبنى لتغطية الترعة وتسليمه لإدارة المطافي وتسليمه لإدارة الإسعاف. وأنا رحت قعدت مع مدير عام الإسعاف في الدهلية الدكتور هاني، والراجل رحب جدا وسعيد جدا وبيستعجلني ان انا انهي المشروع واخلصه في اسرع وقت لخدمة الجمالية. شعورك ايه يا مجدي بيه بعد الكلام ده؟ طيب انا لما واحد يتحول على النيابة والمحكمة لسه في شعور ايه بقى هيقوله؟ ده جزاء الانسان اللي عمل مجهود ذاتي وكلف وبنى، وفي الاخر ويعمر في ويعمل غيره عند رجال الاعمال في الجماليه ان هم يعملوا مشاريع بجهود ذاتيه. اي واحد هيعمل مشروع بجهود ذاتيه هيخشى من رئيس المدينه ان يعطل له المشروع بالمحاضر والقضايا والمخالفات. اللواء يسري عبد اللطيف من اهل الجماليه. ما المقصود من المبنى ده يا سياده اللواء؟ والله المبنى ده اولا الجماليه بقى لها فتره طويله ما اتعملش فيها خدمات جماهيريه جديده، فكانت متعطشه الخدمات، وكنا دايما بنناشد رجال الاعمال والناس اللي مستواهم المادي متفوق شويه ان هم يساعدوا في الخدمات العامه.
حضرتك عارف الظروف الاقتصادية اللي مرت بها البلاد من بعد ثورتين، والظروف القديمة بتاعت الحروب اللي مرت بها مصر خلت الاقتصاد المصري فيه هزة نوعا ما. وبنتكلم دايما على رجال الاعمال والناس اللي عندهم المقدرة ان هم يتبرعوا بمشاريع للبلد لغاية ما نخلص حتى المشاريع العملاقة اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مصر. فالمبنى ده نموذج من الحاج عفاف، مشكورة اتبرعت بجزء في حتة متميزة جدا من الارض بتاعتها لعمل اسعاف، خدمة للجمالية، وخاصة ان الاسعاف اللي موجود حاليا في مكان مش هينفع فيه التطوير، وهو معمول بصفة مؤقتة على طريق، وليست وحدة متكاملة للاسعاف تبع اسعاف الدهلية. فلما رحنا حتى وحدة اسعاف الدهلية وقابلنا الدكتور هاني، راجل رحب جدا بالفكرة وبارك لنا ان احنا نعمل القصة دي. وزي ما انت شايف كده المبنى الهيكل بتاعه الخرساني خلص وبيكمله الباشمهندس مجدي. الباشمهندس مجدي طبعا قام بجهد مشكور. هو كل اللي عمله خدمة متطوعة للجمالية، ان هو يعمل المبنى ده يشرف عليه بس من الناحية الانشائية. كان في هنا ترعة من ضمن المعوقات اللي اتعملت. قابلنا وكيل الوزارة بتاع الري، وفي نفس الوقت هو مدير عام شرق غرب الدقهلية. الراجل برضو رحب بالفكرة عشان ده عمل خيري وذلل لنا العقبات اللي موجودة. وزي ما انت شايف المبنى الحمد لله فاضل له بعض التشطيبات وينتهي ونسلمه لوحدة الاسعاف، وهتكون حاجة جميلة قوي بالنسبة للجماليين. طب نوجه كلمة للمسؤولين نقول لهم ايه؟ والله احنا بنتكلم بقى في مصر ان احنا قعدنا فترة بقى في دولة عميقة بتعوق بعض المشاريع الخيرية والمشاريع اللي زي دي. احنا عايزين نسهل الحاجات اللي زي دي، حتى نشجع بعض رجال الاعمال اللي عندهم استعداد يتبرعوا لخدمة الوطن وينموا اي مشروع لخدمة الوطن. بدل ما نعمل لهم معوقات، لا نسهل المعوقات دي ونشجعهم ان هم يعملوا حاجات جديدة. البلد الجمالية قعدت فترة ما فيش فيها خدمات، الجمالية متعطشة للخدمات، والدولة ما تقدرش تعمل خدمات كلها بالنسبة للجمالية. فالمفترض ان احنا نشجع رجال الاعمال، نشجع الناس القادرين ان هم يعملوا مشروعات للجمالية. الجمالية محتاجة بعض المدارس، الكثافة الطلابية في المدارس بقت كبيرة جدا، بقى لنا فترة طويلة ما فيش مدارس اتعملت. حاجات كتير، المستشفى عايزة تطوير، ما فيش مستشفيات خاصة في الجمالية خالص، في مشاريع كتير محتاجة تدخل. مشاهدين، بعد ما شفنا التقرير بتاع مبنى الاسعاف والمطافي اللي على الدائري في الجمالية الدهلية، انا هسيب لكم الحكم وبناشد مرة تانية محافظ الدهلية اللي انا عارفه راجل نشيط وراجل عارف ازاي يتعامل مع المواطنين. هنشوف دلوقتي تقرير عن مشكلة الصيادين في بحيرة المنزلة، وخاصة في قرية النسيمة ومرسى النسيمة أو منى الصيد في النسيمة. ونسمع الأستاذ دسوقي الغياتي، الراجل المهتم بمشاكل قريته وبلده ومنطقته، وطبعا أنا بشكره على مجهوده. وهنسمع الحاج محمد عباس ونسمع تجار السمك والصيادين. تعالوا نسمع ونرجع. من قرية النسيمة وبالتحديد من بحيرة المنزلة، نتعرف على مشاكل الصيادين. نتعرف بحضرتك. معاك الدسوقي الغياتي، احد ابناء النسيمة ومهتم بالعمل العام. ايه مشاكل الصيادين عندكم؟ مشاكل الصيادين هنا مشاكل عديدة. المشكلة الاولانية وهي تنمية بحيرة المنزلة. النهاردة لو جينا نتكلم عن البحيرة وما قالت لها من تقلص المساحة بتاعة البحيرة، كانت 750 ألف فدان في السابق في السبعينات والستينات، النهاردة أصبحت 110 ألف فدان. النهاردة بفعل فاعل وأمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين في وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية، وما قالت البحيرة النهاردة حاجة يعني بكل أسف. النهاردة حزن كبير بين الصيادين، وفي مشاكل داخل البحيرة اساسها الثروه السمكيه، في عدم تنميه البحيره تنميه حقيقيه.
ازاي؟ النهارده بيتم صرف الاف الجنيهات سنويا خطة للتطهير والتنمية لم تفعل على ارض الواقع الا بمشرف حفارات اللي هنا اللي بيذاع في وسط الصيادين ان هو ينتقل بدل ما الخطة تبدأ من نقطة صفر لا ينتقل كيلو و2 و10 عشان يروح يجيب واحد معين يقول لك انا كده نفذت امر ازالة. طب انت نفذت امر ازالة ازاي؟ طب ما تبدأ من نقطة صفر وانت ماشي يبقى خطة واضحة معلمة للدولة. السيد الرئيس النهاردة بيعمل كل جهده وكل وقته عشان المواطن البسيط. تيجي انت النهارده كإدارة هيئة ثروة سمكية، وانا على فكرة كنت عنده الاسبوع اللي فات عند السيد مدير المشروعات نصر بيه الشعراوي ووعدني ان هو هيعمل خطة شاملة لعملية التطهير في البحيرة. وانت تسمع بنفسك مشاكل الصيادين من الحاج محمد ابو عباس ككبير الصيادين في المنطقة هنا. الحاج محمد، ايه المشاكل اللي انتوا بتواجهوها هنا كصيادين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحاج محمد عباس داود عاشور احد الصيادين. ومشاكل البحيره عندي 65 سنه. مشاكل البحيره انا كنت ماسكها لان انا رئيس لجنه فض المنازعات على مستوى بحيره المنزله وفض مشاكل الصيادين. الصيادين دلوقتي عادوا اغلب من الاول. مفيش سمك الفيه صيد بالكهرباء وغلودنا نشتكي بيطلعوا عمتهم بيض عن عمتنا. الاطراف اللي بتضر البحيره والكهرباء دي بتعدم الزريعه. ايه الاضرار اللي بتواجه الصيادين بكهربة السمك؟ بتكهرب الصغير والكبير. بيحط فيشه في الموتور وبدور الموتور بنزله في قلب الميه بيكهرب الزريعه اللي لسه مولوده يومها. وبعد منها المنطقه اللي بتحط فيها كهرباء ما بيسكنش بتقطع نمو السمك. وبتجيب الفشل الكلوي الناس بتبيعه وفي احد الناس العملاء بياخدوه مخصوص وبسلموه وفي فشل كلوي. ده اللي بضر الصيادين. وفي صيادين على المعاش ما حدش بيهتم به، وفي صيادين ملهاش سكن. واحنا اخترنا السيد الرئيس السيسي وهو راجل جزاه الله خير وربنا يبارك فيه وكتر من امثاله. عايزين الناس اللي حواليه ما نشتكي واحد الشكوى تفعل، الخواطر دي ما تنفعش. ما ينفعش الخواطر، واحد بيضر لو انا بضر مانيش عايز حد يعمل لي خاطر. يبقى في حكومه والفساد موجود. الفساد لسه موجود. بنقول للرئيس السيسي يا ريس الناس كلها بتحبك واحنا اول ناس عملنا لك توكيل ان لسه في فساد في الدوله. لسه في فساد وفي الثروه السمكيه وفي كل المناطق الوحشه دي. ما طلبتوش مطالبكم لاي حد مسؤول؟ النهارده سعادتك احنا في البدايه بنقول ايه؟ بنشكر توجيهات السيد الرئيس السيسي على التوجه على توجيه السيد وزير الداخليه واهتمامه ببحيره المنزله. السيد الرئيس اتكلم معانا اكتر من مره وبالفعل نزل هنا السيد وزير الداخليه والسيد رئيس الوزراء، وبنشكر وبنوجه من هذا المكان للسيد وزير الداخليه بالشكر اللي هو نظف البحيره من كل البؤر الاجراميه واصبحت البحيره امنه تماما، الا ان النقطه الوحيده معاليك اللي هي مشكله الثروه السمكيه اللي هي يعتبر اضرت بالبحيره مش عامله خطه تماما ان هي تقدر تصلح ما بين الصياد الحر والصياد اللي على الجزيره. لان النهارده احنا عاوزين نحل المشكله القائمه في بحيره المنزله الا وهي ممثله في الاتي. النهارده في فريقين، صياد حر غلبان مطحون عايز يصطاد، وفي صياد قاعد على الجزر الطبيعيه. في صياد قاعد على الجزر الطبيعيه ده مكانه هو قاعد فيه. احنا سبق وقبل كده قعدنا في مؤتمرات لتنميه البحيره وقلنا يا جماعه عاوزين ايجاد للحل للمقيمين على الجزر. البحيره اللي انت شايفها دي سعادتك فيها مدارس وفيها بيوت ناس ساكنه وفيها مساجد. طب احنا عايزين آلية ودراسه مفيده في الاختراع فيها اماكن اللجان بتنزلها في الاختراع وفيها عزب قايمه بنفسها. ووضع الجزر دي وضع قائم، وضع في ناس عايشه وفي فراح وفي ناس قاعده هناك بتربي ثروه حيوانيه. مشاهدين بعد ما سمعنا مشكله بحيره المنزله اتمنى ان تصل الى مسامع المسؤولين. يا ريت نحسن مستوى بحيره المنزله عشان نزود انتاجيتها من الاسماك ونوصل بمستوى الصياد الحر وحتى مربي الاسماك لمستوى طيب، ونساهم في حل مشكله اللحوم ومشكله الاسماك على مستوى الجمهوريه. لان بحيره المنزله فيها
ما يزيد عن 120,000 راس ماشية، من الممكن ان هم يغنونا عن استيراد لحوم لو احسننا السبب.